بطل وصفة اليوم زبدة بيورلاند الحلوب. زبدة طعم وريحة وشكل، في منها الزبدة البقري، في الزبدة الجاموسي. أول علبتين دول يا جماعة دول زبدة مش سمنة، حاجات تصدير. والعلبتين التانيين دول دي سمنة بقري وسمنة الجاموسي. وفي الزبدة الفاكيوم. تعالي بحبة دقيق سميد ومية نعمل أحلى تحلية تنافس البسبوسة والهريسة. تحفة جدا يا جماعة، ترميلة ما حصلتش. شايفة الجمال؟ وكل ده بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت. زي ما انتوا عارفين دايما بحب اعمل لكم الحاجات الاقتصادية اللي توفر عليك. تابع معايا الوصفة للنهاية عشان اقولك اسرار اللون الجميل ده وازاي تطلع معاكي مرملة ودايبة دوب بالشكل ده. وبطل وصفة اليوم زبدة بيورلاند الحلوب. زبدة طعم وريحة وشكل، في منها الزبدة البقري، في الزبدة الجاموسي. اول علبتين دول يا جماعه دول زبده مش سمنه، حاجات تصدير. والعلبتين التانيين دول دي سمنه بقري وسمنه الجاموسي. وفي الزبده الفاكيوم. بصوا كل حاجه موجوده بكل الاحجام اللي هي الكيلو، والاحجام اللي هي بتبقى كيلو 600. كيلو الزبده بيصفي 800 جرام زي ما انتم شايفينها كده. والترميله بتاعتها حلوه قوي، لما افتح وهنشتغل بيها هوريها لكم. لو عايزين تطلبوا اوردرات من الزبده هحط لكم رابط الواتس في تعليق مثبت في الكومنتات زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا نشتغل على الوصفه بتاعتنا. معايا نص كوبايه من الزيت، استخدمي كوبايه واحده لجميع المقادير. النهارده هستخدم السمن البقري. بصوا شايفين الترميله بتاعته جميله ازاي. ودي السمنه الجاموسي. بصوا الاتنين الترميله بتاعتهم ترميله جامده وريحتهم قويه. هاخد نص كوبايه من السمن البقري. السمن البقري بتدي لون حلو قوي للحلويات، وهو ده سر اللون الجميل بتاع الحلويات، السمن البقري. حطيت هنا نص كوبايه من الزيت، هنزل عليها بنص كوبايه من السمنه. وتقدري تحطي الماده الدهنيه كلها سمنه، بس انا دايما بحب اعمل لكم حاجات اقتصاديه. فحطيت نص زيت على نص سمن. ممكن كمان تحطي 3/4 زيت والربع سمنه، بس معلقه السمن او معلقتين السمن ضروري جدا في الوصفه، عشان السمنه هي اللي هتدي طعم حلو للوصفه. فكملت الكوبايه بالسمنه وهحطها بقى في الميكرويف علشان تسيح، لان انا عايزه الماده الدهنيه بتاعتي تكون سايله. ودي السمنه الجاموسي هدخلها بقى الميكرويف تسيح. وتعالي نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. معايا 3 اكواب من دقيق السميد. اختاري نوعيه جيده لدقيق السميد، لان في دقيق سميد بيكون مغشوش. نزلت عليه ب3 معالق من السوداني المجروش، و3 معالق من جوز الهند، معالق كبيره، وذره من الملح عشان تبرز طعم الحلويات، ومعلقه صغيره ممسوحه من الكربوناتو، و3 معالق من دقيق المخبوزات العادي لجميع الاغراض. ميكس كده المكونات مع بعض. في الوقت ده كنت سيحت السمنه على زيت. واهم خطوه بقى في التحليه بتاعتك تكون دايبه دوب كده ومرمله زي ما انت شفتيها كده في اول الفيديو، ان انا ببس الماده الدهنيه مع دقيق السميد. ودي معلقه من العسل الابيض، او ممكن عسل الجلوكوز، او ممكن لو عندك سيرب تقيل تقدري تحطي منه معلقه كده كبيره. الاول كده بقلبهم كده اهو، بنزل العسل من المعلقه. واهم خطوه ان انا ابس الدقيق مع الماده الدهنيه بالشكل ده. دي خطوه مهمه جدا، زي ما بنبس الكحك كده نفس الطريقه. دي بتخلي التحليه بتاعتك مرمله ودايبه بالشكل ده. وبعد كده هنا معايا كوبايه من الميه، نفس الكوبايه اللي انا استخدمتها وحطيت فيها السمنه هي نفس الكوبايه اللي انا هحط فيها الميه. بقلب كده المكونات مع بعض، مش بقلب جامد، يا دوبك كده بس بخلي الميه تندمج مع دقيق السميد. وانتوا عارفين ان دقيق السميد بيمتص السوائل. حطيت كوبايه الميه وسبت دقيق السميد لغايه ما اشربها 10 دقايق كده. كان دقيق السميد تماسك ونشف شويه. بعد كده جبت نص كوبايه من الميه تاني ونزلت بيها تدريجي، بس ما تنزليش بيها مره واحده، لان انا ما نزلتش بنص الكوبايه كامل. يعني بصوا اتبقى الحبه دول من نص الكوبايه. بعد كده جبت الصينيه دهنتها بالسمنه. اخدت كده معلقه سمنه حلوه هتديني طعم حلو ولون جميل للتحليه بتاعتك. بعد كده بساوي كده بايدي. وبعد كده جبت السكرابر عشان يبقى السطح مستوي. بظبط كده السطح بتاع التحليه بتاعتنا. ده على فكره المكروت الجزائري، ده من الحلويات الجزائريه. ما دايما الحلويات بتاعتهم بيعملوها بالزيت، لكن انا حبيت احط نص كوبايه السمنه علشان تدي طعم حلو للوصفه. بعد كده بقى بالسكرابر، بسكينه، باي حاجه عندك تقدري تعملي التشكيل ده. بعد كده ابتديت ان انا اقطع التحليه بتاعتنا بالشكل ده كده، سواء بالسكينه او بالسكرابر الموجود عندك استخدميه، وبرده الحجم اللي انت عايزاه.
وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. أول ما بلاقيها أخدت لون من الجوانب أبتدي أشغل عليها الشواية تاخد لون من فوق، أو ممكن بتاخد لون من فوق من القاعدة مرة واحدة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. هي لسه خارجة سخنة والسيرب بتاعي سخن، بنزل عليها بيسقيها وانزلي بالكمية السيرب كلها. السيرب عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية وعليهم عصرة ليمونة، بيغلي لمدة 10 دقايق. بعد كده ابتدي ان انا انزل على المكروت بتاعنا او التحلية بتاعتنا سريعا. بصوا شايفين جمالها ازاي؟ بتشرب على فكرة كل السيرب، ما تستكتريش السيرب عليها، هي شوية كده اهو سيبيها وغطيها هتلاقيها شربت السيرب بتاعك كله. زي ما انت شايفة كده جميلة جدا وطعمها حلو وسهلة جدا ومقاديرها اقتصادية موجودة في كل بيت. عايزة اوريكي بقى الترميلة بتاعتها، شايفة الترميلة خطيرة حقيقي. وبالنسبة للزبدة، لو عايزين الزبدة هسيب لكم الرابط بتاع الصفحة في التعليقات، او انتوا لو دخلتوا على صفحة الفيس وكتبتوا بيورلاند الحلوب هتلاقوا الصفحة تظهر لكم على طول بنفس اللوجو اللي على الفاكيوم ده. بصوا شايفين جمال الترميلة بتاعتنا جميلة جدا. معلومة حابة أكد عليها إن الزبدة متعبية في علب زي ما انتوا شايفين كده، دي تعبئة آلية زائد الفاكيوم اللي هي في الأكياس اللي انتوا شايفينها ديت. وبالنسبة للسمنة، في طبعا سمنة للبنات المبتدئة اللي لسه مش بتعرف تسيح الزبدة، أو الناس اللي ما عندهاش وقت علشان تسيح الزبدة. السمنة جميلة جدا ومرملة. أتمنى الوصفة تعجبكم وتنفذوها وتقولي رأيكم في التعليقات، وألقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.